سلام حباباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بسس يشهي ومبسس شباب بزاف وبمقادير مضبوطه، سيرتو المبتدئات جربوه وكما يقول لك وكونك هانيه. نبداو ان شاء الله على بركه الله. الحاجه الاولى خياتي جيبوا معكم 3 كيسان سميد، 2 كيسان سميد موايا، والكاس الثالث نديروا نص سميد موايا والنص الاخر نديروه سميد رطب. زيدوا معاها تانيك ساشي خميرة كيميائية، والملح تانيك عينك هي ميزانك، وتانيك انا ضفت معاهم كاس ناقص صباع نتاع زيت. الا كان عندك السمن ماذا بيك، يعني البسس بالسمن حاجه باينه بلي تكون النتيجه روعه، ولا تاني كان ديري نص سمن والنص زيت. ولا ما كانش عندك السمن كما يقول لك نخدموه بالزيت. بسي مبسس تاعك مليح بين يديك. هذه المرحله اللي قديروها الشيرات، يعني تبسيه غايه بين يديك، ومن بعد تقعدي تضيفيه في الماء بشويه حتى نتحصلوا على العجينه. راكم تشوفوا معايا الشيرات. ويبقى يعني نبسس حاجة تقليدية، يفكرك باليامات الزينة ويفكرك بلمة العائلة، ويعني كاع كي تبحر لك واش طيبي في القهوة تاع العشية تنوضي ديري هذاك الطاجين تاع مبسس، يعني سي بون كما يقول لك يفري لك الأمر. هكا خلطي بين صباعتيك لايمي العجينة نتاعك. وشيرات انا هنايا جيست وين تلايمت لي العجينه نتاعي، جبت ورق الطهي وحليت العجينه نتاعي، يعني العجينه نتاعي ما خليتهاش ريحت. حلي العجينه نتاعك وريقلي تانيك الحواشي هادوك، وبداي تقطعي في الحبيبات تاوعك، والاختيار يكون ليك مربعات ولا مقروطات، وتانيك تكوني موجده الطاجين تاعك يسخن على نار متوسطه. وتكوني فرحتي العائله نتاعك يعني بحبيبات تاع مبسس. الله الله. وهنا الشيء تعرفوا باللي مبسس راه ناجح. الحبيبات ما تفتوليش وما تشقوليش، بس كي ما يكونش ناجح يعني كي تكوني تقطعي فيه ما تقدري تلايمي فيه حتى حبه. ريقلي الحبيبات تاعك. شيرات هنا تانيك حتى وراني نطيب فيه، يعني حبيباتي كاع صدقولي ما تفتتليش وما تشققليش، وهذه هي النتيجه الاخيره. جربوا خياتي وردوا لي الخبر في لي كومونتير. ما تنساو الجيم وكومونتير وبارطاجيو مع صحاباتكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.